طيب يا جماعة، وصلنا بالي. بالي مجرد محطة للجزر المنعزلة اللي احنا رايحينها عشان نشوف واحد من أشرس الحيوانات في العالم. بس خلينا نفرجكم على المكان اللي احنا فيه الأول. يلا بينا. ودلوقتي محتاجين نعرف ازاي هنروح الجزر دي. انا قاعد بخطط اليومين دول وبعد كده هننطلق. بص يا معلم، في الفترة الأخيرة شفت جزر غريبة في جنوب شرق آسيا، شواطئ أشكال وألوان، حيوانات من الأشرس في العالم، براكين ناشطة وبحيرات حمضية، فكان لازم أعمل لكم فيديو عنها. اللي ورايا ده واحد من أشهر البراكين الناشطة في إندونيسيا. 55 طوران في آخر 200 سنة. أول مكان في مجموعة جزر معزولة على بحر فلوريس اسمها محمية الكومودو. عشان تروح بتاخد طيارة من بالي لمنطقة اسمها لابوان باجو. طيب احنا هنبدأ الرحلة ومنطلقين على الخطوط الداخلية لبالي. بصوا الانترنس بتاع الخطوط الداخليه في المطار بتاع بالي. All good. Egypt مسير. وصلنا يا جماعة مجموعة جزر معزولة في جنوب شرق آسيا، ودلوقتي هننطلق يومين بالمركب عشان نستكشف شوية من الجزر دي. مش المركب دي بس، هنروح لها يعني. فيلا ننطلق، هنشوف أماكن ما شفناهاش قبل كده. اوكي ليتس جو. This is the boat. أخدنا مركب في البحر يومين وطلعنا على جزيرة اسمها بادر. وصلت للقارب اللي هنقعد عليه يومين نستكشف الجزر المعزولة اللي موجودة هنا، والناس موجودة في نص المية. قدام في حتة من الرملة طالعة كده كلهم رايحين يقفوا عليها. خلينا نفرجكم على الغروب عامل ازاي. الجزيرة مشهورة بإنك تقدر تشوف من أعلى نقطة 3 شواطئ، وكل شاطئ بلون مختلف، أسود وأبيض وزهري. طيب احنا في اعلى نقطة في بادر ايلاند، والناس بتيجي مخصوص عشان حاجة معينة، ان في 3 شواطئ بألوان مختلفة، اسود وابيض وزهري. هي دي المنطقة. منظر من أندر المناظر في العالم، أشهرهم البينك بيتش. طيب يا جماعة، واحد من أغرب الأماكن اللي زرتها في جنوب شرق آسيا شط اسمه البينك بيتش أو الشط الزهري. الرملة نفسها لونها بينك زي ما انتم شايفين، والمية زرقاء بصفاء غير طبيعي. أول مرة أشوف الصفاء ده في المية. أصفى مية شفتها في حياتي، واللون المحمر مع الأزرق عامل تناقض في قمة الجمال. المنطقة فيها صخرة بيسموها ستروبري روك، صخرة الفراولة، عليها تكوينات غريبة بألوان عجيبة. واحنا في طريق الرجوع عدينا على مكان فيه تكوينات صخرية أول مرة أشوفها في حياتي. بصوا منظرها عامل ازاي. المكان التاني على جزيرة رينكا، والطريق ليها بالمركب خيالي. طيب وصلنا لجزيرة اسمها رينكا، عليها واحد من أشرس الحيوانات في العالم، أكبر سحلية موجودة هتشوفوها في حياتكم. تعالوا نخش نشوفها. اسمه تنين الكومودو، هو الحيوان ده. الجزيرة دي عليها محمية الحيوان الكومودو، واحد من أشرس الحيوانات في العالم. حيوان بيخلف وياكل ولاده لو معرفوش يهربوا. بيقول لك بقى حيوان الكومودو الأم بتسيب البيض بعد 3 شهور، بعد كده هو بيفقس، لو لقت الطفل بتاكله. أكبر سحلية في العالم تنين الكومودو. المكان الثالث هو جزيرة كالونج. الخفافيش على الغروب بتطلع بكميات خيالية، منظر أول مرة أشوفه، وحجم الخفافيش ضخم جدا عما كنت متخيل. هتلاقوا كمية خفافيش بتطلع من منطقة مش طبيعية. المكان الرابع على جزيرة جاوا، جزيرة عليها أكتر من 45 بركان، وتعداد سكانها أكتر من تعداد سكان روسيا. تعرف إن في جزيرة تعداد سكانها أكتر من روسيا؟ جزيرة جافا تعداد سكانها 148 مليون، وروسيا 146 مليون، مع إن من حيث المساحة الجزيرة أصغر 123 مرة من روسيا. طب ليه تعداد سكان جزيرة يبقى أكبر من بلد؟ خلينا نشرح لكم. في 74 بركان في إندونيسيا، وحصل منهم أعنف وأقوى الانفجارات على وجه الأرض. جزيرة جافا لوحدها عليها 45 بركان منهم. ومع ان ثوران البراكين على مر السنين كان عنيف وموت ناس كتيره، الا ان ثوران البراكين ده بينشر معادن بتخلي التربه خصبه جدا. وموقع جزيره جافا على خط الاستواء مخلي الجو دافئ وامطار غزيره طول السنه، كلها عوامل مثاليه للزراعه وبتاكل ناس كتير، وبالاخص زراعه محصول الرز. ومحصول الرز بيحتاج عماله كبيره قوي من الناس، وبالتالي اكتر مكان خطر على وجه الارض هو اكتر مكان مأهول بالسكان. متخيلين؟ الأغرب بركان إيجان، واحد من أجمل وأصعب الأماكن اللي زرتها. في هناك أكبر بحيرة حمضية في العالم، وجنبها منجم كبريت طبيعي جوه البركان. هتشوف العمال بيطلعوا الكبريت رغم صعوبة التنفس وخطر المرتفعات. واحدة من أصعب وأخطر
المهن في العالم. أنا دلوقتي على قمة بركان إيجن 2700 متر فوق سطح المية. تحت دي أكبر بحيرة حمضية في العالم، وموجود هنا في منجم كبريت طبيعي، المحليين بيقولوا عليه ديفلز جولد أو ذهب الشيطان. يعني بتحرقني جدا. هي 98% من المصانع بتستخرج الكبريت من عمليات تكرير النفط اصلا، مش بيحتاجوا ان هم يروحوا مناجم طبيعيه وبراكين، الا انها الوظيفه الوحيده في المنطقه اللي بتدفع لهم يوميا، فبالنسبه لهم حياه وموت، وبيكونوا ارخص للمصانع. ده مش مجرد دخان، الغاز ده بيخنق وبيحرق جدا، عشان كده بيلبسوا ماسكات، ومع ذلك مش كافي، وكل ده عشان يقبضوا من 10 ل $20. وفي نفس الجزيرة في مجمع براكين ناشطة أشهرهم بركان برومو. أنا دلوقتي في محيط مجمع براكين اسمه تانجر كالديرا، في 4 براكين ناشطة، رايح أتسلق أشهر بركان ناشط فيهم اسمه برومو، 55 ثوران في آخر 200 سنة بس. يلا بينا نشوف عامل ازاي. لما تطلع هتشهد واحدة من أقوى لحظات حياتك، هتحس بعظمة خلق الله وقوته. الصوت مخيف ومنظر الأرض مكان انصهار الحمم البركانية والانفجارات مرعب. استمتع بالمكان وامشي على حافة البركان، لأن هي دي التجارب الحقيقية. المكان الخامس والأخير في جزيرة بالي، طيارة على حافة الجبل. حولوها الفندق دلوقتي، ولكن منظرها غريب والوقوف على طرف الجناح مرعب. ان في طيارات كتيرة مهجورة منتشرة في أماكن مختلفة حوالين الجزيرة، دي واحدة منهم. في مستثمر روسي خدها وحولها لفيلا خاصة بحمام سباحة على المحيط الهندي. فتخيل تبقى قاعد فوق هضبة في طيارة على المحيط الهندي. دول كانوا أغرب 5 أماكن شفتهم في جنوب شرق آسيا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.